تعرف إن الجيم والرياضة والدايت والأكل الصحي هيأثروا على حياتك كلها ومخك وعقلك وطريقة تفكيرك، مش مجرد شكل جسم بس ولا مجرد خسارة دهون أو زيادة عضلات بس. تابع معايا الحلقة المهمة دي. أهلا بيكم في حلقة جديدة على اليوتيوب. خلينا ندخل في الموضوع على طول وأقول لك إزاي الجيم والرياضة بيأثروا على حياتك كلها ومخك وعقلك، مش مجرد شكل جسم بس. طبيًا وعلميًا وعمليًا لمّا بتبدأ تتمرّن جسمك بيفرز مواد كيميائية أو هرمونات زي الدوبامين والسيروتونين، والمواد دي هي المسؤولة عن انبساطك وسعادتك والمود بتاعك يكون كويس ومزاجك كله يكون حلو. يعني لو مضغوط أو زهقان أو في مشكلة معينة خلتك كئيب شوية أو في فترة امتحانات، صدقني الجيم والرياضة هيكون أفضل حل ليك. وقبل ما أعرّفك إزاي، أنا مش جاي أقول لك كلام تنمية بشرية ولا الكلام اللي بتسمعه ده، أنا جاي أقول لك حاجات أنا مجرّبها على نفسي ومجربها على الناس اللي بتتمرن معايا، عشان كده بنعمل نتايج قوية جدًا وبتشوف تحولات قوية. إن إحنا أول حاجة بنشتغل عليها العقل، بنمرن العقل قبل ما نشتغل على الجسم. طيب يعني أنت كده عايز تقول لي إن أنا لو مضغوط أو عندي مشاكل أو متضايق شوية أو زهقان، الجيم هيكون حل للموضوع ده؟ أقول لك أيوه، بس بطريقة غير مباشرة. إزاي؟ تعالَ بقى أقول لك إزاي. إن أنت زي ما قُلنا من شوية لمّا بتتمرن جسمك بيفرز الendorphins والمواد اللي بتحسن من المود بتاعك، بالتالي هيكون مودك ومزاجك رايق شوية، فتعرف تطلّع حلول للمشاكل بتاعتك دي، وتعرف تشتغل أفضل أو تذاكر أحسن. فجزء كبير من الحاجات اللي معطّلاك أو اللي مسببة لك إنك متضايق أو عندك depression أو حاسس بأي نوع من أنواع الإحباط، جرّب انزل اتمرّن وصدّقني ما هتندم. أفضل علاج نفسي أحسن من أي أدوية وأقوى من أي أدوية في الدنيا هو الرياضة. وزي ما قُلت لك ده مش كلام مجرد كده تحفيز، لأ، ده كلام مُثبت علميًا وطبيًا وإحنا بندرس الكلام ده، ففكّر فيها كويس. وتاني حاجة وهو تأثير الدايت والأكل الصحي على المُخ. مبدئيًا كده كلمة دايت يعني نظام غذائي، مش شرط نربط دايمًا كلمة دايت حد عاوز يخس بس، لأ، كلمة دايت يعني أنت ماشي وممشّي أكلك على نظام، سواء عايز تخس، عاوز تزيد وهكذا. وهدف الدايت مش بس تحسين شكل جسمك أو تخلّي شكل جسمك أحسن بس، لأ، في أهداف أكبر وأهم من كده بكتير، زي إن أنت بتوصّل لمخّك التغذية السليمة، وبتوصّل للorgans كلّها وأعضاء جسمك الأكل الصحّي المناسب، وبتغذّي مخّك صح. يعني أنت عاوز تقول لي أو تقارن بين الشخص اللي مبوّظ كل أكله وبياكل من برّه وسكريات ودهون وبيوصّل لمخّه أكل بايظ، عاوز تقول لي إن تفكير ومُخ الشخص ده هيكون زي تفكير ومُخ شخص تاني بيغذّي مُخّه صح وياكل أكل صحّي ويوصّل لجسمه أكل صحّي؟ أكيد لأ، في اختلاف كبير جدًا. ببساطة جسمك عامل زي الموتور، والأكل اللي بتدّيه له هو البنزين اللي بتدّيه للموتور ده. لو ادّيت الموتور بنزين نقي جدًا وبنزين عالي وجودته عالية، أكيد الموتور هيدّيك أداء أعلى، على عكس موتور تاني مدّي له أرضى أنواع البنزين، فتخيّل أنت بقى أداؤه هيكون عامل إزاي. فكّر فيها كويس. وتالت نقطة وهو تأثير الجيم والدايت على ثقتك بنفسك. تقول لي للدرجة دي؟ هاقول لك أيوه، لمّا تمشي على نظام دايت وتمرين مضبوطين عليك وتلتزم عليهم فترة وتبدأ تشوف عليهم نتايج كبيرة، ده بيخلق عندك حالة من الفخر والسرور والانبساط والرضا عن نفسك، وهيخلّيك تروح الجيم على طول وبانتظام. فبالتالي برضه هيعود عليك إن الجيم هيعلّمك الالتزام والانتظام في حياتك كلها وفي أي حاجة تانية تعملها أو أي مجال تشتغل فيه، أو حتى الالتزام في علاقاتك الشخصية مع الناس. يعني مثلًا ناخد مثال، لو أنت مثلًا رايح تقدّم على شغل جديد في شركة، وأنت راجل بتتمرّن وصحتك كويسة وشكل جسمك حلو وظاهر في اللبس، وجنبك حد تاني ولا عمره راح اتمرّن وشكل جسمه بايظ، تخيّل معايا كده مين اللي ممكن يكون ليه الأفضلية إن هو يتقبل؟ ده غير إن الناس في الشغل أو صاحب الشغل لمّا يشوفك هيقول الراجل ده باين عليه منتظم وملتزم بالحاجة اللي هو بيعملها، فشكل الجسم هيدّيك point زيادة ويخلّيك في المقدمة عن اللي معاك، والباقي بقى ده بتاعك أنت، وقيس على كده كل حاجة. واحدة برضه من الحاجات المهمة اللي الgym هيعلّمها لك هو الصبر، علشان النتايج اللي بتعملها مش في يوم وليلة، لأ، بتاخد وقت ومجهود والتزام كبير جدًا، فهتتعلم الصبر والالتزام. فالخلاصة في الآخر ما تخلّيش هدفك من الدايت والرياضة هو مجرد بس تحسين شكل جسم. لو عاوز فعلًا تستمر أطول فترة ممكنة على الدايت بتاعك أو التمرين بتاعك، إنك تعتبر ده life style كامل في حياتك، حاجة مهمة في اليوم وحاجة ليها أولوية، زي بالضبط الأكل والشرب والتنفس والمَيّة وكل حاجة. الجيم يكون أساسي في يومك، والأكل الصحي عامةً يكون بقى الطبيعي بتاعك. يعني في جملة قريتها تقول لك من كتر ما الأكل اللي غير صحّي بقى الناس بتاكله، بقى الأكل الصحّي بقى حاجة غريبة للناس ومش متعودين عليها.
ده حتى كنا بناخد واحنا في ابتدائي مكتوب في الكتب بيقول لك العقل السليم في الجسم السليم. طيب ولو انت كنت بتروح الجيم قبل كده بس ما كنتش عارف تعمل ايه بالظبط وحاولت تمشي على دايت قبل كده وفشلت، فانا بسهل عليك كل ده من خلال خدمه التدريب الاونلاين معايا انا شخصيا. انا اللي بصمم لك بنفسي كل حاجه، برامج التمرين بتاعتك، شده التمرين مظبوطه عليك وعلى مستواك وتبقى مشروحه قدامك بالفيديوهات، ونظام اكل على حسب من الاكل اللي انت بتحبه وبتختاره، بالسعرات الحراريه في كل وجبه قدامك والماكروز وكل حاجه. ده غير طبعا اهم حاجه المتابعه مع بعض من خلال الواتساب. ولو عاوز برضه تشتري مكملاتك الغذائيه من مكان مضمون وانت مطمن، يبقى اكيد دكتور فيت ستور. وكمان في كود خصم دكتور فيت 5 تقدر تستخدمه، هيديك خصم اضافي على الاوردر بتاعك، وفي شحن سريع وكل المحافظات. وبس كده كانت حلقتنا النهارده. لو عندك اي سؤال او حابب نتكلم عن موضوع معين اكتب لنا في الكومنتات تحت، وما تنساش جيت فيت بس دكتور فيت. استنوا الحلقات الجايه.